السلام عليكم. خلاص، النهارده احنا هنشرح برنامج بيشتغل موقع الادم فاست. بس طريقه سريعه وفي نفس الوقت سهله ومش محتاجه البوتات بتاعت زمان ولا الجو دوت يعني. طريقه اسهل بكتير ومريحه وبرده ما فيهاش حوار اللي هو التتبع وبيقفل لك كل 5 ثواني ويقفل لك الموقع ويرخم عليك. لا لا، تزويد بطريقه رايقه جدا يعني. انت بتسيب الجهاز يشتغل لوحده. ان كده بسرعه دي البرنامج اللي هنشتغل بيه. هو صراحه البرنامج متعرب من واحد اجنبي تقريبا، بس شرحه كان مش مفيد شويه او شرحه كان خنيق بالعربي، فانا هاخده اعمله شرح اسرع. برنامج مش محتاج تسطيب، اداه يعني بتتفعل بتشتغل على طول من اول مره. هتفتح الموقع بتاع الاد ماي فاست بتاعك عادي جدا. ضيف طبعا الحسابات اللي انت عايز تضيفها عشان تزودها. طبعا مش محتاج اشرح على اد ماي فاست، معروف من زمان جدا يعني. خلاص، تفتح الاداه كده اهو زي ما مفتوحه اهي. اختار اي حاجه انت بتزود بيها، مثلا نختار الانستجرام. خلاص، هات الاداه. ده هو الزرار بيشغلها. ده الزرار اللي بيخليك تسجل قصدي. خلاص، ده بيشغلها. كل الحاجات ديت حفظ. تسيف الاداء. المهم هنوريك شغل سريع ليها كده اهو. الاحمر بيشتغل اهو، بيعد ثواني. بتقف هنا مثلا بيشتغل اوتوماتيكي يعني. افتح. انت بتديله لاول مره، بتديله لاول مره بيشتغل بيها يعني، وبعد كده بتزود له اعداد وهو بيبدا يعيد نفسه. بس اهو. اصبر شويه بطريقه مختلفه شويه. دوس. بعد كده اقفل. بعد كده اعمل ايه كده، بحيث ان الموقع اتطور ما عادش بيديك الميعاد اللي انت بتحتاجه. 29 ثانيه اقفل بقى. كده انت عملت واحده بس في 30 ثانيه. هيشتغل كل 30 ثانيه يعمل لك يجيب لك مثلا 9 نقط او حسب النقط المطلوبه منك. بعد ما تعمل الكلام ده كله سيف البتاع اللي انت عملتها. الفايل بحفظه بعد كده بتحتاجه يعني، اهو باي اسم. اي اسم اهو بتسيبه، ممكن تجيبه بعد كده. هنا بقى بعد ما تعمل الحوار دوت حركه واحده يعني، حركه واحده تعمل كده بتزوده بقى. بس نرجع تاني، بص بتزوده. اكتب مثلا كده اهو ودوس دي كده هيشتغل مكانك. انا كده سايب الماوس. هي ده فايده الاداه ديت يعني، واسهل بكتير قوي ومريحه اكتر، وفي نفس الوقت هتجيب لك النقط وانت نايم. بص طبعا لو في اخطاء هتحصل في الليله دي كلها فهتبقى اخطاء سرعه النت بتاع مصر يعني. النت مش هيتزامن مع الكليك بتاعتك او الضغطه بتاعتك اللي انت هتعملها. فاهم ازاي؟ فانت دلوقتي 30 ثانيه انا عملتها 30 ثانيه ده اقصى حد كويس يعني. بص اهو هيبدا يشغل نفسه بنفسه. هيقف ويبدا يكمل. انا مديله ارقام هيبدا يشتغل عليها. بص هيقف ويرجع يشتغل تاني اهو. طبعا عايز تلغيها بتعمل ايه؟ اصل انت دلوقتي لو قعدت تحرك الماوس كده بص هيرخم عليك برضو يعني. انت مش هتعرف تفصلها غير من الاعداد بتاعتها تخلص. ممكن تدوس اي تكه ملهاش لازمه. هتعمل ايه؟ ادوس الت كنترول وشيفت وحرف بي مع بعض بيقفل بيقف. الت كنترول وشيفت وبي مع بعض بيقوم ايه؟ قافل كده ببساطه يعني. بي... الليله دي بتاعتك بتقفل وترجع تشتغل عليها من تاني وتعرف تتحكم بالماوس. طبعا انت لو عملت كده الموقع من البدايه هو مش راح يفتح الانستجرام لوحده ويشتغل. انت لو عملت كده بص هو هيشتغل فين؟ هيجي هنا ويدوس. ده زي نظام اداه غبيه وانت اللي بتشغلها بدماغك. بص اهو انك ما فتحلوش الانستجرام. اقفل بقى، افتح له الانستجرام. اعمل لود. هات الاداه بتاعتك من بره. تحطها على الديسكتوب كاتبها بالجي اف اهي. ادخل هنا زود الاعداد بتاعتك كده اهو. دوس هنا. طبعا انا جبت الاداه من بره يعني، انا خلاص كده جاهزه بقى بالنسبه لي. الحوار سهل. الانستجرام هو دوت مجمل الاداه. هرفعها على كذا موقع. انا عملت درس يعني، ده ارتجالي اصلا مش مرتب اي حاجه خالص. اي حاجه خالص. ان هو الموقع غني عن التعريف جدا يعني. بس خلاص كده. الت كنترول شيفت بي مع بعض الاربعه دول بس كده. السلام عليكم.